يا سارة، يا سارة، افتحي الباب يا بنتي. حاضر يا ماما. أهلا يا خالو، عامل إيه؟ اتفضل. أهلا يا حبيبتي، وحشتيني. وإنت كمان يا خالو. أهلا يا حبيبي، اتفضل اتفضل. أهلا يا أم سارة، عاملة إيه؟ الحمد لله يا حبيبي، تسلم. وإنت أخبارك إيه؟ أنا الحمد لله بخير. روحي يا سارة اعملي لنا شاي. حاضر يا ماما. أنا جاي النهاردة وجايب لك أخبار كويسة. إيه يا حبيبي، خير قول. أنا جايب عريس لسارة. بس سارة لسه في الجامعة، دي في تانية كلية. وماله يا حاجة، ما البنت مسيرها للجواز، والعريس اللي أنا جايبه دوت عريس ممتاز. وإيه هي ظروفه؟ بصي، هو عريس مقتدر وشغال في البحرين، ومستعد يجهز كل حاجة، ومش طالب مننا غير حاجتها الشخصية بس، والباقي كله عليه. هو بس في مشكلة واحدة. مشكلة؟ مشكلة إيه؟ هو عنده 52 سنة، بس مش باين عليه خالص، ومراته متوفية من أكتر من سنتين، وعنده بنتين، الكبيرة عايشة معاه، والصغيرة عند أهل مامتها من وقت وفاة أمها. بس انت مش شايف ان سنه كبير وكمان عنده بنات، وسارة لسه صغيرة وفي الجامعة. بصي يا أختي، فكري كويس وخلي سارة كمان تفكر، وهو نازل أجازة قريب ومستعد يجي تشوفه ويشوفها ويقعدوا مع بعض. وانت عارفة، من بعد المرحوم أبو سارة ما مات، انتوا ظروفكوا على قدكوا. اه والله يا اخويا، المعاش بتاع ابوهم صغير ويا دوبك، وحتى الارض اللي كان سايبها لنا بعناها وشايلة فلوسها لتجهيز البنات. عموما أنا شايف إن العريس ده لقطة، فكري ورد عليا. الشاي. تسلم إيدك يا سارة، عقبال ما نشرب شربتك يا حبيبتي. لا لسه بدري يا خالو، انا لسه في تانية كلية، لسه الطريق طويل. وماله يا حبيبتي، البنت مسيرها للجواز. أمال فين محمد ومنى؟ محمد خرج مع اصحابه، ومنى عند الجيران. طيب أنا همشي دلوقتي وهستنى منك تليفون تردي عليا في الموضوع اللي كلمتك فيه. حاضر يا اخويا، ان شاء الله ربنا يعمل اللي فيه الخير. مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا خالو. تعالي يا سارة، عايزاكي في موضوع. ايوه يا ماما. اقعدي يا بنتي. بصي، خالك كان جايب لك عريس. عريس ليا انا لسه بدرس في الجامعة وما بفكرش في الموضوع ده دلوقتي. اسمعي بس يا سارة، انت عارفة يا بنتي ان ظروفنا على قدها، واحنا مش حمل تجهيز وحاجات كتير. والعريس اللي خالك جايبه دوت بيقول انه مبسوط جدا وبيشتغل في البحرين، وهو مش عايز منا حاجة، وهيعملك كل اللي انت عاوزاه، وهيجيبلك شقة جديدة وهيفرشها لك. وكمان ممكن نقوله ان انت عايزة تكملي تعليمك، مفيش مشكلة. بس هو عنده مشكلة واحدة. مشكلة ايه يا ماما؟ هو عنده 52 سنة، وكان متجوز ومراته متوفية، وعنده بنتين. ايه يا ماما، معقول؟ ده اكبر مني بكتير، وكمان كان متجوز وعنده بنتين. بس خالك بيقول انه مش باين عليه السن، وبعدين مش هنخسر حاجة،
ممكن تشوفيه وتقابليه وبعدين نشوف. بس ده كبير قوي يا ماما. يا حبيبتي شوفيه، ولو ما عجبكيش خلاص. حاضر يا ماما. خلاص انا هقول لخالك يخليه يجي، هو نزل مصر قريب. ماشي يا ماما. اهلا اهلا، اتفضلوا اتفضلوا. اتفضل اتفضل، انت منورنا. الله يكرمك، البيت منور بصحابه. امال فين سارة يا ام سارة؟ جوه، هتيجي بعد شوية. انا حابة بس اتعرف الاول على الاستاذ احمد. اتفضلي، انا تحت امرك، اسألي في اي حاجة حضرتك عايزة تعرفيها. انا الحمد لله مقتدر ماديا، وهجيب لبنتك كل اللي هي عايزاه. وزي ما انتوا عارفين انا عندي بنتين، الصغيرة قاعدة هنا مع اهل مامتها، والكبيرة قاعدة معايا هناك. بس انا نفسي بناتي يتجمعوا في بيت واحد، وعشان كده عايزة اتجوز ونعيش كلنا هناك في بيت واحد مع بعض. انا عندي بيت كبير قوي هناك، وهجيب لسارة البيت اللي هي عايزاه هنا. ولو حصل نصيب الشبكة اللي هتقولوا عليها هجيبها. أنا قاعد هنا حوالي 12 يوم، عايز أشبك قبل ما أسافر وأرجع بعد 7 شهور أتمم الجواز. لحظة واحدة، انا هنادي سارة. أهلا أهلا، نورتي يا عروسة. تعالي يا سارة اقعدي هنا. انتي بتدرسي في ايه يا سارة؟ انا في سنة تانية كلية الاداب. ما شاء الله ما شاء الله. بصي يا سارة، لو حصل نصيب أنا هعملك كل اللي انت عايزاه. انا عايزة اكمل تعليمي. مفيش مشكلة، ممكن تكملي تعليمك هناك في البحرين. هيا سارة، لو عايزة تسألي على أي حاجة أنا تحت أمر. هما بناتك عمرهم قد ايه؟ واحدة 15 سنة والتانية 18. وعلى فكرة هما لطاف قوي وهيحبوكي جدا. ها قلتي ايه يا سارة؟ مش عارفة، انا محتاجة افكر شوية. ماشي يا سارة، وأنا تحت أمركم في أي حاجة. أنا هستأذن دلوقتي وهستنى منكم تليفون. انت شرفتنا. الله يشرفك يا حاج. مع السلامة. الله يسلمك. ها يا سارة يا بنتي قلتي ايه؟ مش عارفة يا خالو، بس هو كبير قوي. انا مش حاسة انه قد بابا. بصي يا بنتي، انا مش عايزة اضغط عليكي، بس في نفس الوقت خايفة نضيع فرصة يمكن تكون مناسبة ليكي. وزي ما شفتي يا سارة يا بنتي، الراجل بيقولك هيعملك كل اللي انت عايزاه. بس انا تقريبا من عمر بنته. طيب يا سارة، خدي وقتك وفكري وردي علينا، بس ما تتأخريش في الرد. وخلي بالك، هو ممكن يلاقي عرايس كتير، ده راجل مقتدر ماديا. حاضر يا خالو، عن اذنكم. ايه رأيك يا اخويا؟ والله أنا شايف الراجل محترم وفرصة. انا مش عارفة اعمل ايه، بس برضو مش عايزة اضغط على بنتي. وانتوا ايه رأيكم؟ انا بصراحة شايفة انها فرصة كويسة من ناحية الاستقرار والماديات، وخصوصا ان ظروفنا على قدنا. يا ريت تقولولي نعمل ايه.